اللي في ايدي دي ولاعة يا صاحبي، محتاجها كل شاب، وخصوصا في الفترة دي بعد غلاء وارتفاع أسعار وتكاليف الزواج في الوقت الحالي. فكل شخص مش هيتجوز فبيقرر يعمل أكله بنفسه. لو فضل يا صاحبي يجيب ديليفري، طب هيفضل يجيب لحد امتى؟ هتبقى عليه ديون وهيتحبس في الآخر. وهو قرر انه يطبخ بنفسه يا صاحبي. طب يطبخ بنفسه، جاب الطلبات والمقادير واكتشف ان في مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان البوتاجاز مش بيولع. طب مش بيولع ليه؟ بايظ؟ لا، مش بيولع لان الاشعال بتاعه بايظ. طب ما تولع بالولاعة يا اخ، انت عرفنا ليه؟ ما هي دي المشكلة. ايه المشكلة؟ انه مش عارف يستعمل الولاعة. فانا النهاردة في الفيديو ده هعلمك الطريقة الصحيحة ازاي تستعمل الولاعة بنفسك وما تحتاجش لاي حد. بص يا صاحبي، الولاعة هتمسكها كده زي ما انا ماسكها، بص زي ما انا ماسكها كده، وهتحط صباعك الكبير هنا على الجزء الاسود ده او الاحمر او الاخضر، المهم ان الجزء الاستانلس ده ما تحطش عليه صباعك كده يا صاحبي. بص وهتدوس لتحت. بص يا صاحبي كده ولعنا الولاعه. تشيل ايدك تطفي، يعني اوتوماتيك مش مانيوال. بص كده نجيب النار كده نطفيها، كده نجيب النار كده نطفيها. في عظمة أكتر ولا أسهل من كده يا صاحبي؟ دي الطريقة الصحيحة لاستعمال الولاعة. ومن هنا مش هتحتاج للعروسة لأنك هتقدر تكون شيف نفسك بنفسك، ومش هتحتاج للدليفري لأنك هتكون أنت الدليفري. وأنت لو حبيت توصل للناس أكل أنت خلاص ممكن تفتح مطعم من هنا ورايح. بس يا جماعة دي نهاية الفيديو. لو عندك أي فكرة أو أي مشكلة مش عارف تستعملها اكتبها لنا في الكومنتات، وبإذن الله هحللك المشكلة دي في فيديو منفصل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس إشعارات عشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة، وتضغط لايك للفيديو علشان ينتشر على أوسع نطاق. السلام عليكم.